مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في جديد أخبار المغرب اليوم. وهذا أبرز عنوانها: الأسعار الجديدة لواجبات تسجيل البطاقة الوطنية وجواز السفر والسجل العدلي في التفاصيل. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبارنا المغربية. إلى التفاصيل: الأسعار الجديدة لواجبات تنبر على البطاقة الوطنية وجواز السفر والسجل العدلي ورسوم أخرى واردة في قانون المالية 2023. يخضع السجل العدلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجبات تنبر، والتي تبلغ على التوالي 30 درهم و75 درهم. وكانت واجبات تنبر المذكورة أعلاه تدفع نقدا إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ويتم تخصيص عائدات هذه الرسوم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 2005. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، استكمل قانون المالية 2023 الفقرة 2 من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب بإجراء يمكن من أداء واجبات تنبر المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية على غرار واجبات تنبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل الأسلحة ورخصة السياقة الدولية. التزام أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات تنبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات بالمغرب. يتم تحصيل واجبات تنبر نسبي على المركبات ذات محرك والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات أثناء تسجيلها لأول مرة في المغرب، وأثناء أداء الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة. وتنص الأحكام التشريعية الحالية على تحصيل واجبات تنبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. شكرا لكم متتبعين الكرام، وإلى اللقاء.